بصراحة أنا ما كنتش ناوي أنزل فيديوهات النهاردة على الإطلاق، ولكن في فيديو انتشر بسرعة غير طبيعية لبنت اسمها هايدي، بنوتة صغنططة في السن، باباها اداها 5 جنيه علشان تنزل تجيب شيبسي. المهم وهي في المحل بتجيب شيبسي فخلاص مدت ايدها واخدت كيس الشيبسي ولسه رايحة تحاسب، فشافت راجل كبير طيب على الله ماشي في الشارع. لو بعقلية طفلة صغيرة هتاخد كيس الشيبسي وتروح تحاسب عليه وتمشي، إلا إنها بعد ما أخدت كيس الشيبسي اللي مش معاها غير 5 جنيه علشان تجيبه، قامت مرجعاه في الستاند مكانه وقامت واخده ال5 جنيه ومدياها للراجل الكبير ده. هتسأل بقى نفسك سؤال، مين علمها ده؟ مين زرع فيها الرحمة والطيبة والإيثار ده؟ بنوتة زي دي عملت اللي في ناس معاها فلوس كتير قوي ما بيعملوهوش، المعدن الطيب ده. اهي بقى النبتة الحسنة في المكان الحسن، رغم من ان باباها راجل على الله وشغال سمكري، إلى انها 5 جنيه وهي مصروفها تاخده وتطلعه لله. لو موقف حصل من حد كبير في السن هنقول ماشي، اما حد صغير زي ده مين علمها كل ده؟ فرجوا اولادكم وبناتكم على الفيديوهات دي وعلموهم معنى الرحمة ومعنى الايثار ومعنى تبقية الناس الغلبانة دي على الذات. ويا ريت اي حد مقتدر ومعاه فلوس يجيب البنت دي واهلها ويكرمهم ويكرم هايدي وباباها زي ما كرمت الراجل الغلبان اللي ماشي على الله ده. واخيرا ربنا يبارك فيك يا هايدي ويبارك في ابويك اللي علموك الحاجات دي، والله خير الدنيا كله مش كتير عليكي انت واسرتك. بس كده.